أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة، ماجستير طب الأطفال بجامعة القاهرة، كما أنها حصلت أيضاً على دبلومة التغذية للأطفال بجامعة بوسطن. ومش كده وبس، دي كمان عضو الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال. وأظن كده كلنا هنتابع برنامج سنة أولى مام. انتظرونا على قناة ABC أسبوعياً يوم الأربعاء الساعة 8:30 مساءً، والبرنامج من إبداع المخرج محمد حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في لقاء جديد. أهلا بكل الأمهات الجميلة اللي متابعاني في كل مكان. الموضوع الحلقة النهاردة الحقيقة هتكلم فيه عن حاجات تخص تربية الأطفال والسيكولوجي، وده بناء على رغباتكم وبناء على الرسائل اللي وصلتني منكم. أول موضوع هتكلم فيه، هتكلم لو الأم عندها طفل ومنتظرة مولود جديد، فإزاي تتعامل مع غيرة الطفل عند قدوم مولود جديد. أعراض الحمل أثناء الرضاعة. تحرص معظم الأمهات على ألا يتعرضن للحمل خلال فترة الرضاعة الطبيعية، بحيث يتفرغن لرعاية مولودهن الجديد، إلا أن بعضهن قد يحلمن رغم اتخاذهن سبل المنع المناسبة، فقد تستبعد الأمهات فرص تعرضهن للحمل أثناء الرضاعة، لأنهن على علم بأن عملية الإباضة تتوقف بشكل طبيعي في الجسم لفترة من الوقت بعد الولادة، وهو ما يمنع حدوث الحمل. فتوقف عملية الإباضة أثناء الرضاعة الطبيعية يتسبب أيضا في عدم حدوث الدورة الشهرية، وهي حالة طبيعية، فلا يمكن الاعتماد على الرضاعة الطبيعية كوسيلة لمنع الحمل إلا في الأشهر الستة الأولى بعد الولادة، لأن بعد انقضاء هذه الفترة تكون الرضاعة الطبيعية أقل فعالية. هناك أعراض يمكن الاستدلال بها على حدوث الحمل إذا ظهرت على الأم أثناء الرضاعة الطبيعية، من أبرزها الشعور بالألم في الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية، اضطراب الدورة الشهرية بعد انتظامها، الدوخة والتعب والغثيان، الرغبة في النوم مع صداع وتقلب في المزاج، زيادة أو نقصان الشهية، وكثرة التبول خاصة في المساء، بكاء الرضيع المستمر بسبب تغير مذاق الحليب. قد تقلق بعض الأمهات من الاستمرار في الرضاعة أثناء الحمل، لأن الرضاعة الطبيعية قد يصاحبها تقلصات خفيفة في الرحم، مع العلم أن هذه التقلصات لا تستدعي القلق وهي غير خطيرة، ولكن هناك حالات ينصح الأطباء بفطام الرضيع مبكرا أو اللجوء إلى الرضاعة الصناعية، وهي حدوث انقباضات شديدة بالرحم وتعرض الأم للنزيف، أو إذا سبق وأن تعرضت الأم للولادة المبكرة في الحمل الأول، كذلك الإصابة بالأنيميا أو الحمل في توأم. لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. عايزة أقول في جميع الفترات لازم تكون في اتصال قوي ما بين الأم وأولادها، لكن في فترة قدوم طفل فالاتصال ده لازم يكون أشد وأقوى. ده لأن بيبقى فيه مشاعر غيرة بيشعر بيها الطفل الأول، فلازم أحرص على أن أنا أتفاعل معاه يوميا، أمنحه الحنان، أمنحه الحب، اللمسات الدافئة، وأأكد باستمرار على حب بابا وحب ماما ليه، وأقول له أنه هو طفل جميل ومحبوب. وده لأن شعور الطفل بأن في حد هو كان قاعد على العرش وجاي طفل تاني هيشيله من على العرش ده، فطبعا ده بيولد عنده مشاعر غيرة ومشاعر قلق، وبتبقى
نفسيته مش كويسه. لو انا بقى طمنته واديته الاحساس بالحنان والحب، فمشاعر الغيره دي هتدوب تدريجيا، ولازم ابدا بالكلام ده من الشهور الاخيره للحمل وامهد له لاستقبال المولود الجديد. طيب بعد الولاده بقى طبعا المولود الجديد هياخد وقت كبير جدا للاهتمام بيه، والام هتبقى مشغوله ان هي بترضعه وتغير له هدومه، وهتبقى تعبانه من الام الولاده، فبتبقى مش فاضيه خالص للطفل الاولاني. فلو هو بقى جه طلب المساعده، عايز بقى يخش التويلت، عايز يغير هدومه، عايز ياكل، ولقى ان مفيش حد متفرغ له، فبالاضافه بقى لمشاعر الغيره اللي عنده بتتولد عنده مشاعر تانية، قلق وتوتر، والشعور بان بابا وماما مش هيكونوا موجودين لو انا احتجت حاجه، لدرجه ان في بعض الامهات بتيجي تقول لي ان هو بيبقى نايم يصحى بالليل يعيط ويصرخ، مجرد بس اننا نطبطب عليه او اخده في حضني كده ببص الاقيه هدي ونام خلاص. ففي الحاله دي لو هو الطفل كبير شويه وبيقدر يفهم، فانا اتكلم معاه وافهمه ان احنا بنحبك وان دي فتره وهتعدي، ولازم ان يبقى في تعاون، حد بيساعد الام، لان هي طبعا مش هتقدر يا عيني ان هي تبقى سهرانه بالليل بالبيبي الرضيع وتغير وترضع، والصبح مثلا الطفل التاني عايز يصحى بقى بالنهار يفطر ويلعب، ويا سلام بقى لو هو بينزل حضانه ولا مدرسه وفي هوم وورك، فالموضوع بيبقى صعب عليها جدا. فلازم يبقى يكون في تعاون وفي يكون حد بيساعدها. يعني ممكن مثلا لو هي رضعت الطفل الصغير فخلاص، فممكن بعد كده باباه ياخده هو يهتم بيه، لان هو بيبقى لسه الطفل الصغير ده مش مدرك قوي او مش عايز مامته بالذات، فتدي فرصه بقى للام ان هي تتفرغ وتبدا تركز مع الطفل الكبير وتشوف طلباته وتهتم بيه. عايزين دايما نخلق جو كده حلو، في مرح وفي ضحك، ونجيب للأخ الأكبر ألعاب وهدايا والحاجات اللي هو بيحبها عشان نقلل التوتر والقلق اللي هو بيشعر فيه. نحرص على الدعم المستمر ليه ونمدح حسناته، ونخلي بالنا ان احنا ما نعملش اي مقارنات ما بينهم، ويعني المقارنات دي بتعمل مشاكل او بتبوظ العلاقة ما بين الأخين. ممكن كمان نجيب شويه هدايا او لعب نحطهم جنب البيبي الصغير ونقول له ان اخوك هو اللي جايب لك الحاجات دي، فدي هتزود الدعم ما بين الاخوات. ممكن نعمل لهم نصور او ناخد شويه نلتقط صور فوتوغرافيه يبقى ليهم ذكريات وحاجات حلوه مع بعض. نخلي بالنا لو هو جاي يقرب من اخوه فما ازعقش فيه او انهره، لكن في نفس الوقت اكون حريصه واخده بالي علشان خاطر ما يأذيش اخوه في اي حاجه. وهي بتبقى فتره وبتعدي، لو احنا تعاملنا معاها بالطريقه الصحيحه فبتبقى الامور كويسه جدا بعد كده. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن موضوع تاني. لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكتر هتكوني مع الدكتورة إناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. غادة راجعة كالعادة ومستعجلة، وفي كل مرة تنسى المفتاح. انت لسه هتدوري، مع ان سمارت دور عنده الحل ومن غير مفتاح. بالشفرة هيفتح، بالموبايل هيفتح، بالانتركم هيفتح، وكمان بالكارت هيفتح. من غير مفتاح هيفتح، يعني هيفتح. الله عليك يا سمارت دور. شكرا سمارت دور. سمارت دور من شركة HEB للإلكترونيات الذكية. سمارت إلكترونيكس كومباني.
لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إيناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. أهلا بكم مشاهديني الكرام في كل أنحاء الوطن العربي. هنتكلم عن موضوع تاني مهم جات لي استفسارات كتيرة بخصوصه، وهو أضرار التلفزيون والموبايل على صحة الطفل الرضيع والأطفال. عايزين نقول في مايو 2011 منظمة الصحة العالمية صنفت الهواتف المحمولة وأجهزة اللاسلكي بمثابة خطر فئة ب كعوامل مسرطنة ممكنة، وده بسبب الانبعاثات الإشعاعية اللي بتخرج منها. وقالوا إن الأطفال بيبقوا أكتر حساسية من البالغين لعوامل مختلفة، وده لأن أدمغتهم وأجهزتهم المناعية بتكون لسه في قيد النمو. عايزين نعرف إن من لحظة الولادة لغاية عمر 2 سنين دماغ الطفل بتنمو ب3 أضعاف حجمها، وبيتأثر نمو مخ الطفل ده بأي محفزات بيئية موجودة حواليه. والدراسات أثبتت إن تحفيز الدماغ الناجم عن التعرض المفرط للتكنولوجيا ممكن إن هو يؤدي لنقص الانتباه والتأخر المعرفي والتعلم الضعيف وزيادة النشاط والاندفاع وكمان نقص التركيز. والأطفال ممكن إن هم لا يستطيعوا التعلم بشكل جيد ويكون عندهم ضعف في الذاكرة، وبيؤثر تأثير سلبي على التحصيل العلمي بتاعهم. استخدام التكنولوجيا بيقلل حركة الطفل، ولقوا ان في 35% من الاطفال بيدخلوا المدرسه وهم متاخرين في النمو بسبب التلفزيون. كمان لقوا ان في 75% من الاطفال بيكون عندهم اضطرابات النوم، وان هم بيحرموا من النوم بالقسط الكافي ليهم، وده بيؤثر على تحصيلهم الدراسي بسبب التلفزيون والالعاب البلاي ستيشن والفيديو جيمز وكل الحاجات دي. في علاقة وثيقة ما بين استخدام التلفزيون وألعاب الفيديو وزيادة معدلات حدوث السمنة. وللأسف 30% من الأطفال المصابين بالسمنة بيكون لديهم قابلية إن هم يجيلهم مرض السكر. كمان اللي بيعانوا من السمنة بشكل عام بيكونوا أكتر عرضة للجلطات الدماغية ولنوبات القلبية المبكرة. مش بس كده، استخدام التلفزيون والألعاب والفيديو جيمز ده بيأثر على السلوك بتاع الطفل، لأن هو بيعتبر عامل مسبب لارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والتوحد وكتير قوي من مشكلات سلوك الطفل، وبيخلي الأطفال عدوانيين بسبب مشاهد القتل والتعذيب والعنف الجسدي واللفظي اللي بتحتوي عليها الألعاب وبرامج التلفزيون. كمان ليها أضرار على العين، بتعمل على إجهاد العين وبتعمل الهالات السوداء تحت العين، وكمان بتعمل صداع. بعد كل الأضرار اللي قلناها دي تعالوا نشوف التوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن استخدام الموبايلات والأجهزة الإلكترونية للأطفال. ممنوع على الأطفال أقل من 2 سنين التعرض للأجهزة الإلكترونية تماما. يجب أن يقتصر تعرض الأطفال ما بين 3 ل5 سنوات على ساعة واحدة بس في اليوم كحد أقصى، والأطفال من 6 ل 12 سنة بيبقى 2 ساعات بس خلال اليوم. للأسف الأطفال بيستخدموه يعني من 4 ل 5 أضعاف الكمية الموصي بها مع كل ما يحمله من أضرار. ففي النهاية يعني يجب أن نبعد أطفالنا قدر المستطاع عن هذه الأجهزة وتقليل استخدامها للحد الأدنى والالتزام بالتوصيات الطبية العالمية في هذا الشأن، وربنا يحفظ أطفالنا جميعا. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن موضوع تاني مهم. لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إيناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. غادة راجعة كالعادة ومستعجلة، وفي كل مرة تنسى المفتاح. انت لسه هتدوري، مع ان سمارت دور عنده الحل ومن غير مفتاح. بالشفرة هيفتح، بالموبايل هيفتح، بالانتركم هيفتح، وكمان بالكارت هيفتح. من غير مفتاح هيفتح يعني هيفتح.
الله عليك يا سمارت دور. شكرا سمارت دور. سمارت دور من شركة HEB للإلكترونيات الذكية. سمارت إلكترونيكس كومباني. لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إيناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. أهلا بكم مشاهديني الكرام. هنستكمل حديثنا وهتكلم عن مرض التوحد. هو انتشر في الفترة الأخيرة ويعني ارتباط وثيق باستخدام التكنولوجيا والحاجات الإلكترونيك. هو عبارة عن اضطراب نمائي بيظهر في السنين الأولى من العمر وبتنتج عنه مشاكل في مهارات التواصل اللفظي والغير اللفظي. طفل التوحد بيكون عنده تأخر في اللغة، بيواجه مشاكل في التواصل غير اللفظي. يعني أنا لو أنا قاعدة بتكلم معاه هو ما يقدرش عينه تيجي في عيني كده، ما بيبقاش فيه تواصل ما بيننا، ما بيقدرش يعبر بالإشارات، بيكرر الحركات بشكل مستمر. يعني مثلا هو ممكن يقعد يلف حوالين الترابيزة كده بشكل مستمر، أو يقعد يفك الزرار بتاع الشميز بتاعه ويرجع يربطه تاني. بينزعج من بعض الأصوات والإضاءات اللي هي العادية وما بيقدرش يتعايش معاها. اي ام هتلاقي اي اعراض من الاعراض دي فلازم ترجع للطبيب الاطفال المختص بتاعها علشان خاطر يقيم الحاله ويشوف لو هو محتاج ان هو يحوله على دكتور طبيب تعديل سلوك. بيعمل لهم جلسات واختبارات وان شاء الله الامور بتتحسن. طيب، من المواضيع كمان اللي جات لي اسئله عنها او استفسارات، ان انا ازاي اعرف انظم ميعاد النوم بتاع ابني. ابني نايم طول النهار وبيصحى بالليل ومواعيد نومه ملخبطه ومش عارفه اعمل ايه. طيب، هنقول بعض النصائح كده علشان خاطر تعرفي تظبطي مواعيد النوم بتاع ابنك. اول حاجه، البيت كله لازم ينام مع بعضه. الطفل طول ما هو في حد صاحي في البيت مش هينام. ما ينفعش ان انا اشغله التلفزيون او اسيبه على الايباد قبل النوم بساعتين على الاقل. المخ بيحتاج ان اشاراته العصبيه تهدى علشان الطفل يعرف ينام. الالكترونيات دي بتحفز مخه، فبيقفلهم من هنا ويدخل على السرير، مخه بيفضل شغال وبيفكر وبيتخيل وبيكمل اللي هو كان بيعمله قبل ما ينام. بلاش لبس زياده وقت النوم، لان هو لو حران مش هيعرف ينام. الجو البارد نسبيا ده بيحفز افراز ماده الميلاتونين اللي هي بتساعد على النوم. لازم نوفر له بيئة صحية للنوم، بيئة تكون هادية، الإضاءة تكون خافتة، السرير يكون مريح، هو ينام في وضع مستقيم. لازم أعمل له ثوابت ترتبط بالنوم، يعني ميعاد ثابت عشان الجسم يظبط الساعة البيولوجية بتاعته بأن هو بيتعود على ميعاد نوم محدد وثابت كل يوم. بعد كده هتلاقي الطفل هو اللي بيطلب من نفسه أن هو ينام في الميعاد ده. خروجاتنا وزياراتنا وكل الأنشطة بتاعتنا لازم تتظبط على الميعاد ده. برضو لازم يكون في ميعاد ثابت ومقدس للصحيان. هناخد فاصل ونرجع نواصل كلامنا عن الموضوع. لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إيناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. غادة راجعة كالعادة ومستعجلة، وفي كل مرة تنسى المفتاح. انت لسه هتدوري، مع ان سمارت دور عنده الحل ومن غير مفتاح.
بالشفرة هيفتح، بالموبايل هيفتح، بالانتركم هيفتح، وكمان بالكارت هيفتح. من غير مفتاح هيفتح، يعني هيفتح. الله عليك يا سمارت دور. شكرا سمارت دور. سمارت دور من شركة HEB للإلكترونيات الذكية. سمارت إلكترونيكس كومباني. لكل أم حديثة الأمومة أنصحك بأن تتابعي هذا البرنامج سنة أولى مامي، وهذا أفضل برنامج لرعاية طفلك وهيساعدك على تربيته بشكل صحيح. وعشان أطمنك أكثر هتكوني مع الدكتورة إيناس عبد الحكيم، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. اهلا بيكم مشاهديني الكرام. هنستأنف حديثنا عن موضوع تظبيط مواعيد النوم بتاع الطفل، وكنا قلنا ان احنا لازم نعمل له ثوابت، ميعاد ثابت ينام فيه وميعاد ثابت ومقدس للصحيان، زي ما ميعاد النوم لازم يبقى ثابت فبرضو الصحيان لازم يكون ليه ميعاد ثابت. لو انا في يوم صحيت بدري او صحيت الطفل بدري عن ميعاده فهو يبقى اكيد هينام بدري عن ميعاده، وكده هيتلخبط ميعاد نومه. لو انا سبته ينام بالنهار ويصحى متاخر فهو لو جيت انا انيمه بدري هتبصي تلاقيه هو شبعان ومش عايز ينام فهيسهر وبرده مواعيد النوم بتاعته هتتلخبط. لازم كمان يكون ليه مكان ثابت، الطفل لازم ينام في سريره اللي اتعود عليه كل يوم ما يغيروش، ولازم يكون ليه روتين ثابت. يعني نحاول كده نعمل بعض الطقوس او بعض النظام الروتين اليومي اللي هو يكون متعلق بوقت النوم، زي مثلا حمام دافئ، زي ان هو يغسل سنانه، زي ان هو يلبس بقى الملابس الخاصة بالنوم، نحكي له حدوتة صغيرة كده قبل النوم. فالطفل مع التكرار هترتبط الطقوس دي عنده لا إراديا بالنوم، وهتبصي تلاقي الموضوع بيبقى سهل عليه ان هو يدخل في النوم بسلاسة. طيب واحنا بنعمل كل الحاجات ده لازم نخلي بالنا ان لو قابلتنا اي مشكله من مشاكل زي مثلا النوم المتقطع، نوم اقل من الطبيعي، نوم اكتر من الطبيعي، طفل نعسان طول النهار، الطفل بيصحى بالليل صراخ فجائي، يبقى لازم استشير الدكتور علشان خاطر يستبعد وجود اضطرابات النوم. خلي بالك ان محدش يتكلم عن حاجه اسمها تنظيم نوم قبل السنه او السنه ونص. قبل كده ما بيبقاش الطفل لسه قادر ان هو يظبط مواعيد النوم. لو اتبعنا النصائح اللي انا قلتها دي فان شاء الله هتلاقي طفلك مواعيد نومه اتظبطت. جات لي اسئله برضو كتيره قوي من المشاهدين ان هو ازاي اتعامل مع الطفل العنيد. دي من اكتر المشاكل والصعوبات اللي بتواجه الامهات، خصوصا الامهات الجداد. موضوع عصبية الطفل وعناده ونوبات العصبية أو الغضب اللي الأم بتضعف قدامها في بعض الأحيان أو بيصعب عليها إن هي تتعامل معاها. هقولك بعض الخطوات كده المفيدة اللي هي ممكن تساعدك على التعامل مع الموقف ده. أول حاجة لازم تتحلي بالهدوء، ما تقابليش غضبه بغضب. لو هو هدي تحدثي معاه وكلميه وفهميه ان اللي هو عمله ده خاطئ وان هو ما ينفعش ان هو يكرره. فترة الغضب تجاهليه وانتظري لغاية ما نوبة الغضب دي تمر وتهدى وبعدين نبدأ نتكلم معاه. اياكي ان انتي تنصاعي لرغباته او تنفذي اللي هو عايزه. هو كده ده بيحفزه على اتباع الاسلوب ده دايما. هو خلاص كده عرف ان هو لو صرخ واترمى في الارض وقعد يزعق او يعيط فانتي نفذتي له اللي هو عايزه، فيبقى هو ده خلاص عرف ان ده الاسلوب اللي هو هيحصل بيه على اللي هو عايزه.
طيب الحاجة التانية اللي عايزة أقولها يعني إياكي والعنف. أنا ضد العنف تماما عند الأطفال. الضرب والعنف ده بيخلي الطفل تكون شخصيته ضعيفة، بيخليه مش واثق في نفسه. ممكن لو هو طفل كبير شوية نبدأ نشوف لو هو مثلا بيحب حاجة معينة، بيحب لعبة معينة، بيحب التمرين بتاع النادي، حاجة معينة هو مرتبط بيها، فلو هو لما يعمل الخطأ ده أنا أحرمه من الحاجة اللي هو بيحبها. أنا عارفة إن الموضوع صعب والموضوع محتاج صبر طويل جدا. الأمهات اللي بعتت لي وبتقول لي إحنا حاولنا وفشلنا، لا مفيش حاجة اسمها فشل. حاولي مرة واثنين وثلاثة واصبري واستعيني بالله وادعي له إن هو ربنا يهديه، وإن شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك أبدا، وإن شاء الله ربنا هيهديه والأمور هتتحسن باتباع النصائح اللي أنا قلت عليها. جات لي رسالة من بعض المشاهدات بتشتكي من أولادها عمر وأيسل إن هم على طول في بينهم خناقات، وإن هم بيناموا متأخر ويصحوا متأخر. فعمر وأيسل يا ريت تكونوا شايفيني دلوقتي وسامعيني، عايزين نكون أطفال حلوين ونسمع الكلام، مش عايزين نقعد نتخانق مع بعض. أيسل هو ده أخوك الصغير فلازم انتي تخلي بالك منه. عمر يعني بلاش العنف والغضب وخليك ولد حلو عشان خاطر الناس تحبك. بالنسبة لمامتهم نتحلى بالصبر ونصبر عليهم، نحاول نظبط مواعيد النوم بتاعتهم باتباع النصائح اللي أنا قلتها، وإن شاء الله الأمور كلها هتبقى كويسة. في نهاية الحلقة أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا، وأتمنى أن أنا أكون سبت بصمة وقدرت أفيد الأمهات وأفيد الأطفال. أي استفسارات أو أي أسئلة أنا معاكم، ابعتولي على مواقع التواصل بتاعتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وإن شاء الله تكون لينا لقاءات تانية كتيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.